لماذا تعارض بعض تيارات الإسلام السياسي الأنظمة الملكية؟ وما سبب كراهيتهم العقدية والإيديولوجية للملوك؟ وهل هناك مبرر ديني حقيقي لهذا التوجه؟ أم أن السبب ميول سياسي تمليه المصالح الدنيوية؟ في معرض كلامهم عن النظام الملكي نادرا ما يأتون بحجة من النص، يرددون مثلا آية من القرآن تتحدث فيها بلقيس ملكة سبأ إلى قومها قائلة: قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. هم اجتزأوا هذا النص عن سياقه وأعطوه معنى سياسيا لا يوجد فيه أبدا. فبعد أن دعاها قومها لمحاربة سليمان ردت عليهم بلقيس قائلة أن الملوك إذا حاربوا يكونون أشداء على الخصوم، يعني أن الإفساد هنا بمعنى القوة العسكرية ضد العدو، وليس أن الملوك يقتلون الناس في بلدانهم. والإسلاميون هنا يؤيدون طرح بلقيس عابدة الشمس على طرح نبي الله سليمان. هذا عدا عن أن بلقيس هي نفسها كانت ملكة، لأن القرآن الكريم يقول: وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وهي لم تكن ملكة فقط، بل كانت ملكة مطلقة بالمعنى المعاصر، إذ أنها رغم استشارتها لقومها إلا أن الكلمة كانت لها هي في الأخير. والأمر الأهم هنا هو أن كلمة الملك في هذا النص وفي القرآن الكريم كله لا تعني النظام الملكي كما هو معروف اليوم بالمعنى السياسي. المقصود ليس هو الملكية كنظام، وإنما المقصود بالملك هو الثراء. الملوك هم حكام يملكون ثروات كبيرة أو يحكمون بلدانا غنية بالمعنى القرآني. والدليل من القرآن أيضا، إذ تقول الآية 247 من سورة البقرة: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. الآية توضح أولا أن الملك يقصد به الثراء والسعة في المال، ولا علاقة له بالمفهوم السياسي والمؤسسات للملكية، إذ لا يعقل أن يكون الناس في ذلك الزمان يعرفون الفرق بين الأنظمة السياسية مثل مونتسكيو ويفضلون الجمهورية على الملكية مثلا، عدا عن أن كلمة رئيس لم تكن معروفة في ذلك الزمان. والآية توضح ثانيا أن الله هو من بعث طالوت كملك، وقال بوضوح: ويؤتي ملكه من يشاء. فكيف إذا يكون الملوك مفسدين ويبعثهم الله للناس؟ وكيف يحرم الله الملكية ويأمر بها في نفس الوقت؟ وهناك رواية أخرى تؤكد أن المقصود بكلمة الملك هو الثراء وسعة المال، وهي التي تقول أن الخليفة عمر بن الخطاب بعد الفتوحات وامتلاء خزائن المسلمين سأل سلمان الفارسي قائلا: أخليفة أنا أم ملك؟ وهذه الجملة توضح أمرين: أولهما أن المقصود بالملك هو الثراء، وثانيهما أن المسلمين وأولهم عمر بن الخطاب لم يكونوا يفهمون معنى الملك والفرق بين الخلافة والملكية. وجواب سلمان كان أن الخليفة يضع الحق في مكانه بينما الملك يكون جائرا، وهذا كلام غير صحيح، إذ أن الرواية تقول أن من أسباب الانقلاب على الخليفة عثمان بن عفان وأنه لم يكن منصفا في توزيع الثروة، وكان يعطي الأولوية لأهله بني أمية. وأما بقية الخلفاء غير الراشدين فحدث ولا حرج، إذ أن نصفهم مات مقتولا. وإذا قيل أن الخلفاء الفاسدين استثناء وهناك خلفاء صالحون، نقول لهم إن الفرق إذن يكون في الأشخاص وليس في الأنظمة، لأن هناك أيضا ملوك صالحون وآخرون فاسدون. وإذا كان الملوك فاسدين فلماذا يقال عن النجاشي أنه ملك لا يظلم عنده أحد؟ النجاشي ملك أولا ومسيحي ثانيا، فكيف يقبلون العدل في ملك غير مسلم ويرفضونه في ملوك مسلمين؟
ثم أنه بالمعنى السياسي لا يوجد فرق بين الخليفة والملك، لأن الخليفة يحكم مدى الحياة مثل الملوك تماما. وإذا نحن تركنا الشرع وجئنا للواقع، فهل نجد فعلا أن الأنظمة الملكية تفسد وتجعل الأعزة أذلة؟ ما هو الفساد الذي اقترفته الملكة إليزابيث مثلا، أو ملك بلجيكا؟ سيقال أن هؤلاء ملوك سوريون في نظام برلماني لا يملكون السلطة، ونقول لهم ماذا عن النرويج التي هي ملكية دستورية مثل المغرب؟ نحن نذكر لهم ملوك الغرب مع علمنا أنهم يقصدون ملوك العرب والمسلمين بالتحديد، لأنهم هم أعداؤهم المباشرون. ولذلك نقلب لهم السؤال ونقول لهم: من هو هذا الملك العربي أو المسلم الذي قتل من شعبه 250,000 إنسان في 10 سنين مثل ما فعل النظام الجزائري الجمهوري؟ ومن من الملوك العرب والمسلمين فعل بشعبه مثل الجمهوري بشار الأسد؟ السبب الثاني الذي يسوقونه هو أن الإسلام يحرم توريث الملك، وهذا ليس له أي سند في القرآن، إذ لا يمكن أن يجعل الله ملوكا على الناس وهو يحرم توريث الملك. إذا قلنا أن توريث الملك حرام، فسيكون أنبياء بني إسرائيل عصاة، لأن سليمان ورث أباه داود، وهما ملكان نبيان. ولو كان توريث الحكم حراما لما ورث الإمام الحسن الخلافة من أبيه الإمام علي قبل أن يتخلى عنها. وأما كون النبي لم يورث الحكم فببساطة لأنه لم يكن له أبناء ذكور، والحديث الذي يقول أن الأنبياء لا يورثون يقصد به المال وليس الحكم، ومعناه ليس أن أبناء الأنبياء يحرم عليهم أن يرثوا المال، وإنما المقصود أن الأنبياء في أغلب الأحيان لا يتركون متاعا دنيويا يورثونه. فما هو إذن السبب الذي يجعل الإسلاميين الخوارج يهاجمون ويكفرون الأنظمة الملكية؟ هناك 7 أسباب. الأول هو ما قلناه سابقا، وهو ارتباط الأنظمة الملكية بالثراء والثروة. الإسلام السياسي هو في حقيقته نوع من الحقد البروليتاري الطبقي، وغل ضد من يملك المال، وجشع منقطع النظير، ولهفة مرضية على الدنيا. وتدينهم يكون غالبا طمعا في الترقي الاجتماعي والكسب. الإسلاميون كلاب دنيا يدمون ما يعشقون، ويدعون محاربة ما يسيل له لعابهم، وهو المال والنساء والنفوذ. والدليل هو ما تفعله حماس بأهل غزة من أجل المال. حماس التي تنتمي لتيار يهاجم الملكية تتسول من نظام أميري ملكي هو قطر. حقدهم على الملكية هو حقد السوق على الراقي ذي التقاليد، وحقد البداوة المتخفية في ثوب الدين على التمدن والحضارة المتمثلين في الملكية. السبب الثاني هو الاستمرارية في النظام الملكي وتوريث الحكم، وهو الأمر الذي يحرمهم من الوصول إلى السلطة والتحكم في رقاب البلاد. هم يفضلون الأنظمة الجمهورية لأنها تبقي لهم على بصيص أمل الوصول إلى السلطة كما حصل في مصر. السبب الثالث هو أن الأنظمة الملكية أنظمة بناء وتشييد واستقرار وواقعية في الحكم، بينما الظلاميون يعشقون جو القلاقل التي تتيح لهم التحرك واستغلال الثغرات، ويفضلون الشعبوية والشعارات على الإنجازات الملموسة. لذلك فإنجازات الملوك تحرجهم، والملوك لهم مرونة سياسية ويحرصون على المصلحة أكثر من الشعارات، ولا يصطدمون مع العالم بسبب العقيدة، ولهذا يصفهم الظلاميون الخوارج بالتبعية للغرب. السبب الرابع هو أن الأنظمة الملكية تتيح الحرية ويكون فيها هامش ما من التفكير العقلاني الذي يهدد الفكر الخرافي الذي يستند عليه التيار الظلامي الخوارجي، ولذلك تراهم يصفون الملوك دائما بالعلمانية والكفر ومحاربة الدين. السبب الخامس هو أن الأنظمة الملكية تتبنى تدينا معتدلا منفتحا ولا تقمع فطرة الناس المجبولة على البهجة والفرح، بينما التيار الظلامي يبني مشروعه على التخويف من الموت ومحاربة كل بؤر الحياة والفرح والجمال والفن والمرأة. ولذلك تجدهم يصفون الأنظمة الملكية بتشجيع الانحلال والانحراف والفسوق. السبب السادس هو خضوعهم لبعض الجمهوريات ذات الإيديولوجيا الانقلابية التي تتقاطع مع طروحاتهم
وتمولهم قصد تخريب الملكيات المستقرة، والنموذج هنا إيران وتركيا. السبب السابع هو أن الأنظمة الملكية تؤمن بالوطن القطري، بينما الإسلاميون يؤمنون بالانتماء العابر للحدود. معيار الأوطان هو المواطنة، بينما المعيار عند الإسلاميين طائفي، يعني أن الأجنبي القريب منهم إيديولوجيا أقرب إليهم من الأخ في الوطن المختلف عنهم فكريا وسياسيا، ولذلك فالملكية تمنعهم من التخابر والتواطؤ مع أخيهم في الإيديولوجيا ضد أوطانهم الأصلية.